للحافظات اليوم عطر الياسمين، دانت لهم بالخير أحلام السنين. جئنا نباركهم على أغلى الوعود، يوم التخرج بالسعادة كل حين. الله أكرمهن في حفظ الكتاب، ولهن يجزل بالعطايا والثواب. هذا الكتاب شفيعكم يوم الحساب، فيه المحبة والريادة واليقين، فيه المحبة والريادة واليقين. للحافظات اليوم عطر الياسمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين، القائل صلى الله عليه وسلم: القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعل أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلى آله وأصحابه الأطهار الذين حملوا القرآن وعلومه حتى وصل العلم إلينا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم ولنعم المجيء جئتم لحفلة كريمة، لحفلة تقع أو لحفلة تكرم للقرآن الكريم. نبدأ مقدماتنا أو نبدأ الحاجة خبجمتوتا أبوتا تيميا خبجمتوتا ماتي بركوتا إيدي فمتوتا اسمع خبجمتوتا علموتا بدالا بابلي بدا أفيرا بدو قرآناتنا تفتنيه ودر رافضتا والدينتي يؤردمنا علمنا مقالة البابلي واتفمها السبته حفلة في عن القرآن الكريم فكسر الشيء أردنا قلت جبسي القرآن كحفظي ما أنت إجازة قارئ صوت حمليو إنا بجيبيو هي رباء كلمات اليوم اللي يقلن القرآن افتتاح القرآن آخر الوجود. القارئ شريعي عبدي علي فليتفضل سبتها كيف القرآن المبنى. شريعي عبدي فليتفضل مشكورا ومأجورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله. أنا قرنا خير الرأي سين اللي ورا قرآن سنتفيد مربي محابو يجار خنت يا سودان كلمة مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد المالك عبد الله فليتفضل مشكورا ومأجورا. تكافة ما دم إسلاما كيسا مقالا بابلي شيخ عبد المالك تنوديها دوميها أهلمها إسلام كما قال بابلي شيخ عبد المالك فليتفضل. الله أكبر الله أكبر. Akkasumatti barsiistota markazaa akkasumatti manguddoowwan akkasumatti haawwan akkasumatti abboowwan yeroo dheertuu laffaatanii ilmaan kana karaa immoo bartee ilaalgaa barnootatti immoo bartee ilaalgaa waan isaan isinii dalagan ufii dalagattanii bakka isaan dhaabbatan ufii gaabbattanii juhdii halkanii guyyaa gootanii har'aan kana natiijaa ilmaan keessanii arguudhaaf gammachuu sana immoo bartee qooddachuudhaaf bakka tana immoo bartee dhuftan hundinuu baga dhuftanii baga bakka tana geessanii bakka qur'aana rabbiitiin subhaanahu wa ta'aalaa irra gammaddan jechuudha. Asiin duratti gammachuu qur'aanaa yeroo muraasa gabaabduu yoo taate malee gammachuu qur'aanaatiif akkanatti namni waliin bahee ulamaa'idhaa fi hayyoonni haawwan waliin bahanii gammachuu ilmaan keenyaa haflaa kanarraa qooda fudhataadhaan turre tama biraa immoo gartee barnootuma biraatiif ilmaan keenya eebbifamanii ilmaan keenya waa guddoo godhamaniif jechuudha. Har'aan kana osoo deemnu rabbiin maqaa mataa keenya amantii islaamaatiin ol nu qabee akka kana hiree kana keessa rabbiin nu fide jechuudha obboleeyyan keenya. Alhamdulillahi alfa marraa rabbii keenya haa galatamuuti inni rabbii keenya faarfachuudha qabna jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya ulamaa'ii keenya haawwan keenya akkasumatti hireen rabbiin nuu kenne har'aatu hiree gurguddoodha hiree ni'maati. Hiree gurguddoo rabbiin nuu kenne diin keenyaan qanani'uun diin keenyaan faayamuun akkaataa diin keenya fakkaatutti immoo gartee bakka tana buunee mana kana keessa teenye yoo jenne namni waa fahamu ni fahama. Kana abbaan godhee mana kana abbaan godhee mana kana immoo gartee mana diin keessatti qara'amu quraanni rabbii keessatti qara'amu godhee har'aan kana immoo gartee laalgaa madarakii kana irra teenyee akka ummata islaamaatti akka immoo gartee laalgaa barattoota ummata muslimaatti bakka tana teenyee gammachuu ilmaan keenyaa qooddachuun waan gurguddoo irraa waan gurguddooti nama beekuurra. Waan kana beekuudhaaf
nama waan as dura dabre beekutu waan kana beekaa jira. Waan qananii amma rabbiin nuu kenne ta keessa jirru tana beekuudhaan nama as dura waan dabre beeku sirna dabre keessatti waan beekutu beeka jechuudha. Yeroo dhihoo tanaati bakka masjida guddaatti seenni ni jira, ammas Iliyaas ni jira. Akkamitti hafuuraan waa katabdanii asirra waa barsiisan jechuudhaaf Oromaayiin teenya kun Oromoo tana keessatti adabamaa turan jechuudha. Quraanni sun kanumaa beeka. Har'a dirretti baafnee akkanatti immoo wartee ilaalaa gammachuu isaa qoodannu kana isuma sani akkamitti immoo wartee asitti waan akkanaa gootan jechuudhaaf akka waan nama dur hin jirre waan hin jirre takka biyya fideetti azabamaadhaa turanii jechuu koleeyyan Islaamaa. Kanaafuu har'aan tana alhamdulillah rabbiin ammoo wartee bakka tanaan nu ga'ee laffaatii Oromaayiin keenyattu laffaate qabsoo isaan qabsoo godhan wareegama immoo wartee Oromaayiin keenya itti hafaltee dhaqi kun dhufee beeka. Hadiyyaa mi beeka tun hadiyyaa gartee nu kennamtee mi beeka. Laffaatii moo wartee laalgaa ummanni keenya moo wartee laalgaa Oromaayiin keenya gurguddoon itti dhabamanii itti biyyaa bahanii biyyeen isaaniitis biyya biraatti awwaalamte. Kanaafuu obboleeyyan keenya yooniin hangana jee Quraanni obboleeyyan keenya Quraanni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kalaama rabbiitii ka samiirraa immoo wartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu kuuse kana qabachuun haada Rabbii qabachuudha. Quraana namni qabate immoo wartee Rabbiin gariin immoo wartee qoomiidhaa Quraanuma kanaan Rabbiin ol fuudha subhaanahu wa ta'aalaa gariin immoo wartee kanaan qaqqaba jedhu. Kanaafuu obboleeyyan keenya tun ni'imaa guddaadha. Ni'imaa kennaa takka immoo wartee ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka khaasiidhaatti ummata baabbileeti kan jechuudha. Quraana hifzii Quraana barnoota Quraana khaasiitti akka gartee Rabbiin ummata baabbilee kannetti immoo wartee laalamaa jechuudha. Addunyaan takkaawuu biitti keenya guutuun tana ragaadhaa baatii kennaa Rabbiiti jechuudha. Kennaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu kenne Rabbiin nurraan fudhatin jennee barnoota keenya halkanii fi guyyaa immoo wartee laalgaa jabeeffachuudha qabna jechuudha. Halkanii fi guyyaa immoo wartee ilmaan keenya barnoota irratti kaasnee daran akka baratan godhuun nu barbaachisa jechuudha. Quraana qofaa miti wanni xiqqashee irruun nu jirtu akka baabbileetti ilmaan keenya Quraana ni baran, dhiiraa fi shamarreen keenyas ni baran, ni hafazan. Sammuu isaanii Rabbiin Quraanaan qananiisee Quraanaan banee guute jechuudha. Haa ta'u Quraana kanarraa achi tarkaanfachuu hin dandeenye jechuudha. Quraana kanarraa achi tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaafuu obboleeyyan keenya ilmaan keenya har'a Quraana barree jettanii suuqaan seeninaa majlisa seenaadha. Kanaafuu akka barsiistota warri barsiisus wanni tahuu qabu Quraana kana cinatti waa barsiisuu, aqiidaa sahiha barsiisuu, waammoo wartee laalgaa waan isaan qabatanii Quraana kana wajjin gabbahan yoggaa Quraan markaza kanarraa bahan waan qabatanii qoma isaanii keessatti qabatanii gabbahan barsiisuun nu barbaachisa jechuudha obboleeyyan Islaamaa. Quraanaan fazanii yoo ma'anaa isii beekuu baatan yoo waajibaata kaan ammoo wartee dirqama ammoo wartee isaanirra jiru kana baruu baatan Quraanni kun booddee akkam ta'a keessumaa bahaa jechuudha obboleeyyan keenya. Akka Quraanni kun hin baafanne nabiyyiin keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ka jedhu Quraanni gaala shakaalliidhaan shakaalamtee jirturra Quraanatu nama duraa baafata jedha. Gara nama duraa baafatuuti isa sammuu wartee laalgaa irra jabaadhaa jedha. Kanaafuu Quraanni kun akka hin baafanne ma'anaa isaatis waan waajibaataa waan ummanni muslimaa itti hajamu barsiisuun ma'allinkaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laaffisee fi Qur'aana jabaa kana immoo gartee qalbii ummata kanaa sammuu ummata kanaatti naqee qaama kana immoo gartee qaama isaanii godhe kana kunummaan kitaaba Rabbiitis wajjin barsiisuudha qaba jechuudha. Achirraa yoo kabahan taate majlisa seenanii majlisa ilmiirraa qooda fudhachuudhaan nu barbaachisa jechuudha. Alhamdulillah har'aan tana magaalaa Baabbileetti barnoota kaanis majlisaa ammoo wartee laalgaa waajibaata kaaniitis
bakkeen biraata itti barbaadanii jirtu magaalama tana keessa jirti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya akka dhaamsaatti kan hin jiru akka immoo warqeen majlisa magaalaa Baabbileettis obboleeyyan keenya nus waan dandeenyuun waan nu fakkaataa ta'en obboleeyyan keenya halkanii fi guyyaa yoo dalagaan ta'uu baatte illee yaadaan nu isin bira jirra jechuudha. Yoo dalagaadhaan dalaguu baannes yaadaan isin bira jirra. Barnoota irratti haa jabaannuufi ilmaan kana haa utumnu. Rabbiin ammoo wartee ilaalaa haawwan amata qalama sadii immoo wartee laffaatee har'aa tana gammachuu tana qooddachuudhaaf bakka kana jirtullee Rabbiin jazaa guddaa haa qabaluufi. Kanaafuu ilmi jabaan ka Qur'aana baru ka waa baru ilma haati isaa immoo wartee ilaalaa duuba dhaabbattee cinaa dhaabbattee yeroo hundattuu keessatti isa to'attutu immoo wartee ilaalaa bakka hundattuu immoo wartee ilaalaa duree ta'ee immoo wartee ilaalaa asbaha. Kanaafuu obboleeyyan keenya haa jajjabaannu nagaa keenyas haa eeggannu tokkummaa ummata islaamaa wanni jabduun obboleeyyan keenya dhiiraa fi dubartii jidduu wanni dhaabnu obbolummaa islaamaa tokkummaa ummata islaamaa haa eeguuti humna takka haa taanu diin keenyaa fi diinagdee keenya irratti nagaa biyya keenya irratti tokko taanee wartee haa eeggannu. رامسي يمو ورتلا رجعان كمامات إن شاء الله تعالى كما كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب موضوعه حملة القرآن قدوة الأمة. شيخ إلياس أيان الروانية موضوعي سنو حكو سابسية هاي هو قرآن كحبار صدي وقديشري أمة أيون وغصو جيبنيا فليتفضل مشكورا ومأجورا. سنيفو بكم سنتي سادات تاني علافوت تاني بچونتون ورقافت رفاتون سنين أسيبا دخا آخرات تقل إجابة عددا قبل لكن نتشرى ربي نخنيت الحمد لله مراكزني يوتك آتصد مرة إجابة مزيدة رتي وزام بابي لخيستي أكنت إيبي فما أجر سنيفو الحمد لله رب العالمين جنة ربي سبحانه وتعالى يروتن عنه إيه موضوع نقي هداتي جاتي ركبة الراحة ساو أمتي حملة القرآن قدوة للأمة حجاب هقا أكلب بإنسان جت لالو هدونا مديبتي فسرين نما أما جهورتي ركون تينيا حروف في الأمل نظام قرآناتي في أحكام سالالو تنجر تكانيس قدانيس حملة القرآن قدوة للأمة يتشون سر نبا وانا سيدو ردب نورت يالي رو تطبيق لكو رمتي لبن إنسان يوجن جمو وانا مركز بلينكيا قرآني كلام ربي سبحانه وتعالى كرام رب العالمين وننور أبر بعد ما إخلاص وننور أبر بعد ما علم جولي قرآن ومكراسي فنيجا تيبي فايسة تني فشلي جزدي بلا شتاتي جولي وبلين كي يخا برسي صوتا ونيني نسينيهمو جولي شهادة خندتني فيهن قديسنا قرآن جولي نقفد قبا شهادة سرا قبا خربر نوتا كتابا أحكاما سفينة الصلاة سفينة النجاة كتابا كان جلالة أراسفني قرأ علمي جولي دبر سورة كلا برنوتاتي بني قرآني ملك انبرن جولي واتك كوان بيني في صلاة متى جرتي بك ملك أبدي هدونا ما قد سيف جولي تنالالو هدو دان مركز خانة شفوجي والله دلني همم كنو يرو يودو من تربي تات ربي نبي الله يونس ونسو من أمن تجيه وقبر عدي بعركي ستي خلونا لك امسيسي أكسات الله تسبيحة بذكر ودو مادو نبي ربي يتين واني أردنا لك امسيدنا طفتو جيدي ولا مركزات الربط واني أمه قجوليتي ندالا إيران لالا
حملة القرآن قدوة للأمة جنة بنجر كان لقان دقي فدا سنيفو ربي نهابو جاء دعاء من قد أنساني فكسن الرهاساو يا ربي جرسا نقول يجود كلام رب العالمين إيه جمالا واني آدمي دراتي في واني آدمي بوداتي في إلى قيام ساعة خيستها سوا لقان سلافو النبي تيتو نتين كنا كننتا كلام ربي جولين حفتشيفنا قلنا نمشي بانوسان إني كلام ربي تيفي وان إني دبتوني قلنا جي نتي أمو قلنا ربي بانو مفيس جرا تنا مشي بانو متي إني كلام ربي دي جافي عربي أرتبط مرسين سبوراتي قوتك كما كان كذا بريسين ودو تكوني بلانو تبي أبان عرباتي سني أخي توفي أخي ستي أبان عربها برة موجاني أرام نيكا خدوجي أمة حملة القرآن ربين برسيس آتي برات آز ربنا وعقدو أشرف الخلق تهم رسول الله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام الرجال أمة أنا نما قرآن ربي برتين وبرسيسه حديث نبرا أهل القرآن أهل الله وخاصته جاء شرفنا منا أتشنجر جولين كينيا تتكون إكابودا خينيان كلام ربي إخنا كي نجوتي مع ناس بريو تدلقوا باني خساراتين بيها صحابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيمانا نبرسيسا أكا قرآنا نبرسيسا أتشبود القرآن نبرسيسنا فازددنا إيمانا جولي ألفك أراسفنا مخا إيمانا برسيسنا خواتك كهمني بعقيداتنا قرآن حبتشيف متون حملة القرآن قدوة للأمة انتاك قبوك من بكجرتم رسول ربي عليه الصلاة والسلام حملة القرآن شرف سنتهم حامل القرآن أهل القرآن أهل الله وخاصته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين كتاب حنان جاء ور ربي قبوس سن سببا كتاب حنات أسفل سافلين دقص ربنا نقولين بلين كينيا سنيفو أمة سنحاتانو هين إسنين جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقبوا لان خنديها تيجو أنا شيت كسامسان صدوينتا شبابا نودي هيسا هارودياتي أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى شبلي لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والملك كونوا شاهدا واحفظوا الدنيا في محياكم أرسل ربكم في كل قلب كالهرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم وطل الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم. لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم، ولك البسمات من بسماتنا في عطاء روح حبا وكرم. أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم، ملتقى الشبل لتعزيز القيم، ملتقى يسعى إلى أعلى القمم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم. خلت يا سؤال كلمة للشيخ عبد الشكور أحمد نور، موضوعه فضل معلم القرآن وحقوقه. شيخ أبو عبد الشكور أحمد نور أيانو جيدين فضلك معلمين القرآن كإيو maamulka markaska sacad iyo macallimiintiisa, ardayda maanta qalin jabinaysa iyo dhammaan dadka xafladdan sharafta leh ee lagu maamuusayo ilaahay kalaamkiisa isugu yimid, waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. alxamdulilah walaalayaal, waxaa sharaf noo ah xaqiiqatan oo qiimo aad u weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladdan aadka u qiimaha badan ee lagu maamuusayo ilaahay tabaaraka wa tacaala kalaamkiisa iyo ardaydii xafiday ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala. xaqiiqatan waa sharaf weyn in ilaahay tabaaraka wa tacaala ina soo waafajiyo xaflad noocan oo kale ah inaan ka soo qayb galno. alxamdu lilah. ikhwatii wa akhawaatii, sidaad ogtihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaan muslimiin nahay wuu ina karaameeyey. karaamo khaas ayuu alla ina siiyey markuu inaga dhigay ummat alislaam, ummata muxammadin sala allahu calayhi wasalam, ummat alqur'aan. markuu alla inaga dhigay wuu ina karaameeyey walaalayaal. waxaa inoogu filan ikhwatii, karaamadaas ummaddani waxay ku kasbatay waa kitaabka allah uu ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkii loo soo dhiibay iyo ku camalfalka ay kitaabkaa ku camalfaleen. sidaa daraaddeed baa waxaan leenahay ikhwatii, aynu noqonno dadkii karaamadaa ka rusheegi lahaa ee allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. waa khayriyada ummaddu waxay ku helaysaa markay waddadii alla qaado subxaanahu wa tacaala, waddadii nabi muxamedna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisii ay tadbiiqiso. ikhwatii, saad ogtihiin ummaddan waxa ay sharaftaas ku heshay waa kitaabkeeda alla subxaanahu wa tacaala nabiga ku soo dejiyey. kitaabun mubaarakun, waa kitaab barakaysan oo alla tabaaraka wa tacaala uu ku soo dejiyey nabigiisa. ikhwatii, kitaabkaas cid kasta oo calaaqa lale oo xidhiidh lale ayaa barakaysan. sidii xadiidkii hadda uu sheekhu sheegahayay, sheekh ilyaas maxaan ku dhaha xafidahullah, waa xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay dad buu qur-aankan kitaabkan ku koryeelahayaa, ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. dad buu alla kitaabkan ku koryeelahayaa, dadna wuu ku dullaynayaa. kuwa uu ku koryeelay allah inaga dhigo walaalayaal. ikhwatii, waxaad wada ogtihiin dhammaanteen oon ka dharagsannahay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay macallimka qur'aanka dadka baraayay. waxaana shahaado ugu filan shahaadadii iyo markhaatigii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam uu ruuxa qur'aanka dadka barahaya uu siiyey. waa shahaada rabbaaniya ilaa yowmi alqiyaama. shahaado ka qiimo badanna ayna jirin ee nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu lahaa, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. ka idinku khayr badan waa qur'aanka ka barta
سي برا سي قدبية سيدا درادات باوحن لنا إخوتي معلم القرآن صاحب أهم رسالة في هذا الكون كله ورسالة أقومهم سن إيقون كان تالا روحي لوغا دنبايا ويا معلم كقرآنكو رسالة مركو قلتو وسيدي دينا قلتو سيدا درادات با waxaan leenahay mid walba ruux kasto inaga midihi bal ha u fiirsado macallinka saaka soo kalahay ee awlaadiisii hor fadhiistay laga yaabo isagoo daalan oo maxaan ku idhaahaa daalan inuu soo baxay gurigiisii ka soo baxay oo xalaqadiisii hor fadhiistay uu juhdi 12kii maanta bixinayay ha u fiirsado macallinkaas liyata'ammal kullu waahidin minna hadhihi ash-shakhsiyya سيدا درادات باوحان لنا إخوتي معلم كاسي ومحاكو لها حدقه لافتين سنة يا أمدو النجوم التي يهتدي بها الناس في الظلمات وحدقه يددك افتين سنة يا معلم كقرآنكو منزل دي سنة إلهي اكتساءات وينتهي شرف يا ماموس يا كرامنا وحا أغفرا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشيغ إنه يهي خير الناس ذاتك كي أقول خير كبدنا سيدا درادات باوحان لنا هي معلم القرآن يا معلم القرآن قد لا يعرف جهدك الناس ذاتك إننا جهد قرنين بالغا يابا إنا لغو قدرين بالغا يابا إنا محانكو لها تصفيق يتحيي بدن إنا لغو سينين بالغا يابا سيدا ضدان أو بلشدة كمدها الله كرامي لكن إنا محانكو لها بدن كرامة لا قرنين بالغا يابا لكن الله تبارك وتعالى يعرف كرامته وحن لنا هي سيدا درادات معلمكو وحواجب إنه إخوتي إنه كرامة إنه معلمين القرآن قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا معلمكو ومحلك أجوه الرئي أمدا ونبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت عدي سجى رسالة حنبارتينا وحدقه أمدا وافتيمنا وضرر إلا قيامة أنت لقى جارها يوسف درادة أو حلنا هي لا تستهينوا بمعلم القرآن وحين أباهنا إخوتي معلمك إلهي تبارك وتعالى وأدورت إنه كتاب كيسدق إنه معلم القرآن قضاي إنه يصح القامة رسالة سيدي على وجه الأكمل إنه أجده طريقة دي أقف عنيد إنه أجده إنه آمنه وحا أجدنا ياي إنه يهي الله تبارك وتعالى رسالة دي أجدا بيسي أمدا وسودي بي أنه يتعامل مع الله عز وجل ولا يتعامل مع المخلوقين وإنه آمن معلك عدة الله تعامل أيوه والله تبارك وتعالى سيدا درادات باشوتي وحن لين هاي معلنك وحا أغفلا كرامو يا ماموس يا إن لقدريو إن منزلة وبحانكو دا بلشدة كلاي هاي أينو قرنو إنو أجل كيسي أو جورة كيسا كددالو احترام كيسا إيو مقدرين كيسا إنو كددالو إنان وأركن موظف شقا قدنا يا سيدا دادك روح شقالاء oo shaqo gudanaya sida shaqooyinka oo kala aha inuu macallimku inoo noqonin si ayna nuxurkii diinteenan una inooga dhimanin oo qalbigeena ay diinta ugu noolaato mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallin kasta oo isku dayay inuu risaalada Ilaahay tabaaraka wa tacaala guto inuu kalaamkii Ilaahay ku nooleeyo qalbiga maxaan ku idhahaa ummadiisa waxaa la yidhaahdaa ikhwati macallinku والجندي المجهول وعسكري قرصون إلا أركينين هذا وحين إن بدن أرجنا أئمة ووين المركز الشيخ هيو إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد يا أئمة محن كل حديث كمان طب معلم باقي عن تقبتي معلم القرآن إن بدن أو إنك من هنا وحلا يا معلم في أئمة إنه هذا الشيخ هي نجا عن تساقط ألف باء بالله إيه بقرنين سوف أيتها معلك وحال إلها والجندي المجهول وأسكري قرصون أسكري قاسي إنك على غيابا إنك قرصون هي لكنه معلوم عند الله عز وجل إلهي أكتيسة ومعلوم وحل وحي أئمة ستراف علمي أي كتغينا معلك قعنت قبطي ميزان كيس حسنات كي يكون عيان سيدا درادات باوحان لنا هي إلهي تبارك وتعالى هكذا معلمين كان
هو أمة أنفع إننا نتمانتين الله إننا قد أهل القرآن أهل الله وخاصته الله إننا قد بان مر لبادي مر صدحات با dadka ka soo qayb galay xafladan quruxda badan yaan ugu mahadnaqaynaa hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-Qur'ana 'izzan lil muslimin wa nuran yahdi qulub at-tahirah wa rabi'an yushiru fi suduril mu'minah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة العلماء الأفاضل وأيها الآباء والأمهات الكرام الذين هم زهر حياة ونور الدروب، وأيها الطلاب الأعزاء والمعلمون الأخيار، ويا أهل بابل الغالين جميعا أهل الخير والبركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون الأعزاء، في لحظة من لحظات الفرح المبارك نقف أمامكم نحن أبناء الدفعة الثالثة من مركز سعد لتحفيظ كتاب الله في بابل. قلوبنا تغمرها أنهار الشكر وأفئدتنا تفيض بعبير الامتنان. لقد كانت رحلتنا مع القرآن كالنهر الجاري الذي يسقي القلوب العطشى، وكالشجرة المباركة التي أثمرت بفضل الله ثم بجهودكم ودعمكم. أنتم يا آبانا وأمهاتنا كنتم دعم الذي لم يهن والحنان الذي لم يبرد، وأنتم يا معلمين الأفاضل كنتم سراجا منيرا يضيء الدرب ويغرس في قلوبنا حب كلام الرحمن. وأنتم يا علماءنا وأهل بابل كنتم حاضين الكريم والبيئة الطيبة التي أنبتت هذه الثمرات المباركة. اليوم نتخرج وفي صدورنا دروس من القرآن لا تنتهي، وفي قلوبنا عهد مع الله أن نكون حملة لكتابه وسفراء لرسالته في كل مكان. إنه ليس تخرجا من مركز فقط، بل بداية لمسيرة مضية مع القرآن العظيم. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور عيوننا وشفاء صدورنا وسبيلنا إلى جنات النعيم. اللهم اجز آباءنا وأمهاتنا وبارك في معلمينا ومركز سعد، واحفظ أهل بابل بحفظك، واجعلنا جميعا من المتقين الذين يتلون القرآن حق تلاوته. اللهم تقبل منا ومنهم، واجعل خاتمتنا خيرا، واجمعنا في دارك دار السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق، وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجاء، حب وتوحيد ومن خاف نجا، حب وتوحيد ومن خاف نجا. وقر نبيه وعظم سنته، قدم على كل الورى محبته، وبر والديك ولتطعهما تفز وصل يا بني الرحما. تجلى بالعدل وبالإحسان والعفو والفواء والإتقان، سن اللسان واحفظ الجوارح، أحب كل مسلم كن ناصحا. تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة، ووقتك اشغله بالانتفاع، والمال فاحفظه عن الضياع. تعلم المفيدا وطالع الكتبة المزيدا، واحترم الكتاب والمعلم، وأكرم الضيف وأكرمن ما استطعت العلماء. أقبل وأنصتن للمحدث، وقدم الأكبر في التحدث، بالخير فانطقا وإلا فاصمتي، وقبل نقل خبر تثبتي، وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة،
وأتبع الخطأ باعتذاري وأتبع الذنب بالاستغفار أفشي السلام صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجار وراعي آداب بيوت الناس كغض طرف وكالاستئناس وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آذرا المسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا حافظ على الصحة كن نظيفا حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطشت فاحمدن الله وشمتا من حمد الإله على اليمين طاهرا باكرا وكل أذكار المنام ذاكرا مما يليك باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. marka hore anigoo ku hadlaya afka macallimiinta markasu sacad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan marti sharafta la soo gashay xafladan barakaysan ee ugu horeeyaan culimadu. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan laba kalimo yidhaahdo ka bacdina insha allahu tacaala qur-aanka u gudbo. marka hore ardaydan maanta qalin jebinaysaa in yaroo war haddaan ka warbixiyo waa dufcadii saddexaad markasu sacad shahaado qur-aanka la siinayo weeyaan. ardaydan waqtiga aanu wada joognay juhdi fara badan iyo dadaal fara badan ayaanu bixinay. taas waa midda keentay weeye inaan maanta halkan waxa weeyaan aan ku guddoonsiino shahaadadaas. ardayda maanta baxaysa waxaan isdhihi karaa mumayizaad ayay leeyihiin ee kaga duwan yihiin inta badan qalinjibiyayaasha magaalada ka dhaca ama markastaba ka dhici jiray. mumayizadka waxaa kow ka xifdu qur'aan alkariim. ardayda maanta qalinjibinaysaa soddonka qur'aanka way xifdisan yihiin xifdan kaamilan ayay xifdisan yihiin. qodobka labaad ardaydaas waxaanu ka qaadnay imtixaan shahaadi. imtixaanka lagu siinayo shahaadada qur-aanka ayaan ka qaadnay inta halkaa kartay oo dhanba. ardaydaasi waxaan markhaati ka nahay macallimiin ahaan imtixaanka ay galeen dhibcahoodu waa 90 iyo wixii ka sarreeya, boqolkiiba 90 iyo wixii ka sarreeya weeyaan dhibcahoodu. waxay tusinaysaa xifdigoodu inuu meel fiican u joogo. waxaa saddexeeya aanu shardi ka dhignay xifdu matni tuxfat alatfaal. nadmiga tuxfat alatfaalka loo yaqaano inay xifdiyaan macnihiisiina wax ka mid a axkaam nuun saakinati wa tanwiin inay wax ka gartaan ayaanu shardi ka dhignay. marka qodobada aanu sheegay waa qodobada ardaydaas aan dhihi karo mumayizaadkooda weeyaan. qorshaha noo yaalla uu markasku waxa weeyaan ardayda maanta baxaysa u qorsheeyey waxaa ka mid a kolley qofkii waxa weeyaan jaanis fiican iyo waqti loo helo in halkaa laga sii ambaqaado waddadii oo ijaazo loo bilaabo ardayda. qur-aankii bay xifdiyeen in loogu daro ijaazada. kolley inkaidu waxay u baahan tahay waqti fara badan iyo dadaal fara badan intaba in loo horo ijaazo la siiyo. qofkii markaa ijaazo qaataa waxaanu diyaar u nahay 10 alqiraa'aat almutawaatira inaanu siino qofkii wax weeyaan shuruudaas laga helo. ilaahi subxaanahu wa tacaala hanoo kaalmeeyo ikhlaaskana waafajiyo. inta unbaan kusoo koobi lahaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الله أكبر. قراتي متواترة النبي عليه الصلاة والسلام الرادفته بفبريد بفقاري قفته قافتك النبي عليه الصلاة والسلام صحابة نبلما عمري في صحابة براتكو عمر رضي الله عنه صحابات قبي إساتو قرآن أكنم بينت أكبرا قروت وأركي مرمى قبي نبي عليه الصلاة والسلام بير في ديجو نبي كيني عليه الصلاة والسلام ربما نتياركا قبدامي مي حركة قبت ياركا قبدو خلال راقد نيسي جين قنقو قبي نبي عليه الصلاة والسلام بير في دي يرو خلال رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر ينكاري إيجين آية سن نكاري صحابتي تشسوني نس آية سن كاري جيني نكاري حال لمن خنانو بوته جرتي نبي عليه الصلاة والسلام جبريل قافت لي أكا حرفي لي تربرا نكرا سيسو تربانو ناف إدئي تبا قرآن نخل علمي سا قدو دا أكما شيني دقي سيسي بفبفان لفظي معنى والندان حرفي دان نقر سيسيتي قبيل شنولي والربرتي في انتبه ربنا وابو إنشاء خدت أنسودان كلمة للشيخ الداعي يوسف محمد وموضوعه القرآن منهج حياة لا كتاب تلاوة فحسب. شيخ يوسف محمد دعاء أبو عنسن مقالة البابلي يقوم الكهرباء